تمكنت قوات سوريا الديمقراطية قسد مدعومة بمقاتلات التحالف الدولي التقدم في المحور الغربي من مدينة منبج في ريف حلب. وأكدت مصادر عسكرية لشبكة بريس 23 الإعلامية عن استمرار الاشتباكات في عدة محاور من المدينة، تزامنت مع تكثيف التحالف لضرباته الجوية ضد معاقل تنظيم داعش في المدينة. قصفت قوات البشمركة في شنغال موقعا لتنظيم الدولة الإسلامية داعش في المنطقة. وقال المتحدث باسم قيادة البشمركة في قضاء المدينة خليل شيفان لمصادر صحفية: لقد دمرنا الموقع الذي كان عناصر التنظيم يتخذه منطلقا لقصف البشمركة. شن مقاتلو حزب العمال الكردستاني PKK هجوما بالأسلحة الرشاشة على دورية لقوات الأمن التركية في مدينة آمد ديار بكر، وأسفر الهجوم عن جرح 2 من عناصر الدورية التركية. أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني إيران تيمور مصطفاي إطلاق دعوة لأهالي شرق كردستان منذ عدة أيام للإضراب عن العمل لتوصيل رسالتهم إلى إيران. وتابع قائلا: قتلنا حوالي 23 ألف من الحرس الثوري الإيراني خلال 17 عاما من الكفاح المسلح ضد النظام الإيراني. قال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أنهم سيرسلون 560 جنديا أمريكيا إضافيا إلى العراق لمساعدة الجيش العراقي على استعادة مدينة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية داعش. فاز منتخب البرتغال على نظيره الفرنسي في نهائي كأس الأمم الأوروبية بهدف دون مقابل، وذلك على استاد ملعب دو فرانس. وفيما يلي أسعار العملات والذهب في الأسواق السورية اليوم الاثنين 11 من تموز يوليو.